مفاجأة حمدي ووفاء المنتظرة في رمضان، وهي ظهورهم في برنامج رامز جاب من الآخر. لأن زي ما انتوا عارفين حمدي ووفاء الشهر اللي فات كانوا موجودين في دبي، وده نفس المكان اللي رامز بيصور فيه المقلب بتاعه، كمان نفس التوقيت. وحمدي ووفاء نفسهم في دبي اعلنوا ان في مفاجأة كبيرة جاية في السكة، وقالوا ان هم مش هيقولوا عليها دلوقتي، ولما يجي وقتها كل الناس هتعرفها. وبنسبة 90% ان المفاجأة دي هي ظهورهم في برنامج رامز جلال. اغلبكم دلوقتي زمانه بيقول طب لو هما ظهروا مع رامز جلال ليه ما ظهروش في البرومو بتاع المقلب؟ في الحقيقة دي حاجة عادية وكل سنة بتحصل، لأن زي ما احنا عارفين رامز جلال مش بينزل كل النجوم في البرومو بتاع المقلب. حتى احنا لو عدينا النجوم اللي ظهروا في البرومو هنلاقي عددهم أقل من 20 شخص، وعدد الضيوف بيكون 30 ضيف على الأقل. ده غير إن رامز جلال في المقلب بتاع السنة دي في أكتر من حلقة جايب أكتر من ضيف، وعدد الضيوف السنة دي هيكون 40 ضيف على الأقل. ولو ركزتوا في البرومو هتلاحظوا إن رامز جلال عرض أقل من 20 ضيف، وبنسبة كبيرة جدا حمدي ووفاء يكون أحد ضيوف برنامج رامز جاب من الآخر. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو، متنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو لتصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.